السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. ويا رب بحق هذا الشهر الكريم تنصر أهل فلسطين وأهل غزة. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم يا رب يا حنان يا منان انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب. اللهم ببركة الرسول والصلاة والسلام على رسول الله يسر لنا أمورنا واشف لنا أمراضنا. اللهم اشف كل مريض. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا رب سميع قريب مجيب الدعوات. إن شاء الله إحنا معنا النهاردة مكنة هوجن فرز أول ومكنة هوجن فرز تاني. هنعرفكم الفرق ما بينهم، علشان اللي طبعا احنا في المجال وفاهمين. في بعض الناس بتروح ما هيش فاهمة أي حاجة وبتشتري مكنة وخلاص، أو بعض التجار ما بينورش عليك يقولك في كذا وفي كذا ودي عيوبها كذا ودي مميزاتها كذا. بس طبعا برضو في الأول وفي الآخر تبع المحافظة، بس احنا برضو هنوريكم الفرق علشان إن شاء الله تبقوا عارفين. احنا معانا هنا الهوجن الأصلي. بنبدأ بالتانك، هتلاقي على علامة النسر. تمام. الفبرة بتاعت المفتاح عليها علامة النسر. هنا علامة النسر على العداد. تمام. لو جينا نبص على المكنة التانية اللي هي الفرز التاني، تلاقي كلمة اتش جي على طول، مفيش نسر هنا ولا على الفبرة ولا على العداد. تمام. العداد حتى مكتوب عليه اتش جي 150/4. ماشي. دي كده الفرز التاني. احنا كده ورينا 3 حاجات هنا وورينا 3 حاجات على المكنة دي. المكنة دي برضو فيها حاجة مميزة يا جماعة، ان هنا الشاسيه في حتة كده. الشاسيه ده بيجي باللظرف بتاعته. تمام. تحس ان فيه هنا طبة وهنا طبة. تمام. اهي باينة اهي في التصوير. ماشي. اهي لو جينا نبص على الشاسيه التاني هتلاقيه يعني قطعة واحدة على بعضها، مفيش هنا الطبة او هنا. دي كلها هنا اهي مسح. تمام. دي كده احنا عرفنا الفرق في الشاسيه ما بين ده وما بين ده. هنيجي نبص يا جماعة لحاجة تانية كمان، إن المكنة مبقاش مكتوب عليها موديل. تمام. مكتوب جامبو اتش جي 150. هنيجي نبص هنا على الشكمان، هتلاقي هنا مكتوب كلمة هوجن بس، هوجن بس. تمام. لو جينا نبص للمكنة التانية هنلاقي عليها الموديل. هنيجي نبص على الشكمان هنلاقي عليه مكتوب الموديل. تمام. ثبت بس ايدينا ثواني لحد ما كلمة تظهر معانا. في كمان برضو يا جماعة حاجة كمان، ال HG بيتعرف ازاي والاصلي بيتعرف ازاي. هنيجي نبص هنا هنلاقي الرقم ده اهو. هنلاقي الرقم ده اهو 162 على طول. مفيش هنا كلمة HG. ده الموتور المصري. تعال بقى نبص هنا للمكنة الأصلية. اهي المكنة الأصلية هوجن. تمام. دي الهوجن الأصلي تبدأ بحرف ال HG. طبعا الحروف دي مفيش أي تاجر يعرف يغيرها. ممكن التاجر يروح جايب مكنة زي كده، ماشي، ويروح مغير لها وشاش ويبقى على أساس إن هي أصلية. فننتبه من حاجة زي كده. هنا كلمة هوجن اهي برضو في نفس المكنة دي، بس المكنة الأصلية بتبقى مميزة إن هنا كلمة هوجن بتبقى كلمة خفيفة.
ماشي. في الهوجن القص بتبقى كلمة محفورة وبقى شكلها حلو عن كده. وكلمة كينج ده طبعا المكنة الفرز التاني. الفرز الأول بتلاقي الكلام ده بيبقى شكله أحسن من كده وله زهوة حلو. هنا المارش مش مكتوب عليه أي حاجة، تمام، هو مارش وخلاص. لو جينا نبص في المكنة التانية دي هنلاقي كلمة ايه؟ كلمة هوجن على المارش. بس ده يا جماعة الفرز، المكنة الفرز الأول الموتور السلفر البارز. مكانتين قدامكم اهو. مش معقولة يعني تبقى وصلت لحد كده وإيدك الجميلة ما تروحش على اللايك، ورجاء يعني أي حد يشوف الفيديو والاشتراك، علشان إن شاء الله برضو في أي فرصة كده هننزل لكم فيديو جديد عن المكنة الهوجن الفرز البارز الأسمر، لأن احنا معانا دلوقتي الفرز البارز الفضي. إن شاء الله ننزل لكم فيديو عن الفرز البارز الأسمر ونعرفكم إيه المميزات وإيه العيوب. بس هو دايما الفرز الأول ما بيبقاش فيه عيوب، تمام. يعني حتى المكنة بيبان من شكلها، يعني الموتور الخامة حقيقي فعلا والله. يعني المكنة الفرز الأول هي بتبقى غالية حوالي 7-8 آلاف جنيه، بس بتاخد بهم شغل كويس، تمام. وفي الأول وفي الآخر والله حسب رجلك انت وحسب استخدامك وحسب المحافظة بتاعتك، يعني هتحافظ الحاجة هتعيش معاك، تمام. رجاء الدعم من حضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب يكون السنة دي جميلة عليكم، والسنة اللي جاية واللي جاية والأيام القادمة كلها تكون إن شاء الله خير. السلام عليكم.